السلام عليكم، معكم ميرولو تيوب. اليوم جبت لكم قصة غريبة وواقعية في نفس الوقت من داخل الليسي. كيفاش تحولت المدرسة من مكان عادي إلى مركز لتجارة الأدوات المدرسية، كل هذا بفضل طالب جديد جاء من حي شعبي. تابعوا معنا القصة وراح تشوفوا كيفاش قلب كل شيء. في الليسي كنا مجموعة من الطلاب، هدفنا كان بسيط: نبيع الأدوات المدرسية. كل يوم بعد الغداء كنا نروح للأقسام الفارغة ونسرقوا الآلات الحاسبة كاسيو، الكوبياج، أوراق الغش، وحتى دفاتر الخباشين. بعدين نبيعهم للطلاب، إما بأسعار مرتفعة إذا كان نعرفهم، أو في سوق الجمعة إذا كان جايين من برا. كان السعر ثابت، 100,000 للأشياء هذه، وكان عندنا قاعدة بسيطة: كل واحد يربح سواء باع أو شرى. لكن فجأة جاء طالب جديد، وكان جاي من حي شعبي معروف بالمشاكل. الكل في المدرسة كان يحكي عليه قبل ما يوصل، وقالوا لنا: إذا شفتوه خليوه، راح يغير لكم الدنيا. قلنا: وش هذا؟ لكن بعد ما شفتوه فهمنا إنه ماشي كما البقية. هذا الطالب الجديد قال لنا: 100,000؟ شوفي أنتم ما تعرفوش تبيعوا. وبدأ يورينا كيفاش تبيع بالأغلى. بدأ يبيع الآلات الحاسبة كاسيو ب150,000، والكوبياج اللي كنا نبيعوه ب150,000 هو كان يبيعهم ب150,000. وكان عنده أسلوب خاص في التفاوض، يحكي مع الزبائن وكأنه في بازار كبير. حتى صار عنده سمعة في السوق. مرت الأيام وفهمنا من هذا الطالب كيفاش نبيع بشكل أفضل. بدل ما نكون منافسين قررنا نشتغل معاه، وكل واحد منا صار عنده دور في بيع الأدوات المدرسية، وكل شيء صار ينبيع بأسعار مرتفعة. لكن مع النجاح جاء الخطر. بعد فترة بدأت الإدارة تشك في سرقة الأدوات المدرسية. وصلت الشكاوى للإدارة وبدأوا يحققوا في الموضوع. في يوم من الأيام وصل تقرير رسمي إلى الإدارة عن عمليات السرقة اللي كانت تجري في الأقسام بعد الغداء، وكان الطالب الجديد واحد من المشتبه فيهم. في النهاية قررت الإدارة إرسال الطالب الجديد إلى ولاية أخرى بعيداً عن الليسي. الجميع كان يعرف القصة، وصار كل شيء تحت المراقبة. ورغم كل اللي صار كانت القصة تظل في أذهاننا: كيف إن طالب واحد قدر يغير كل شيء في المدرسة وحول الليسي إلى مركز تجاري صغير. لكن في النهاية تعلمنا درس مهم: إذا زادت المبيعات زادت المخاطر. كان معكم ميرولو تيوب. لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة باش تتابعوا المزيد من القصص اللي راح نجيبها لكم.